حسام حسن الفترة دي عامل قلق كبير في الوسط الرياضي المصري. ناس كتيرة طالعة تشيد بيه ان احنا رحنا كاس الامم الافريقية وتأهلنا كاس الامم الافريقية، وناس تانية طالعة تقول ما عادي يا جماعة ان احنا تأهلنا كاس افريقية، ايه الجديد في كده يعني؟ ناس طالعة تقول لك احنا كسبنا 4 ماتشات وده مش عادي بالنسبة لنا، وجبنا 12 نقطة من 4 ماتشات، والناس شايفينه انجاز كبير يعني حاجة كبيرة. وناس شايفة لا، ان الكابتن حسام حسن عليه لغط كبير وعليه استفسارات كبيرة وعلامات استفهام كبيرة في اختياراته لقائمة منتخب مصر، وعلى طريقة الأداء وعلى شكلنا في الملعب عامل ايه. وهنا تيجي المشكلة الأكبر في مصر وفي العالم كله عامة يعني. هل الأداء هو اللي بيجيب النتائج ولا النتائج هي اللي بتجيب الأداء؟ يا ريت أعرف رأيكم تحت في الكومنتات. وبرضو عايز اعرف رايكم، انتوا شايفين تاهل منتخب مصر لكاس الافريقيه ده انجاز لازم نقعد نبارك لبعض ونحتفل بيه وحاجه كبيره فعلا حصلت، ولا احنا منتخب مصر وده عادي سهل جدا ان احنا نتاهل، والعادي والطبيعي جدا ان احنا لازم نتاهل ولازم نطلع اقل حاجه دور الاربعه والقبل النهائي؟ ده العادي بتاع منتخب مصر يا جماعه، احنا اكتر منتخب افريقي واخد كاس افريقيه. الموضوع سهل وبسيط، ولا انتوا ايه رايكم برضو، ولا انا اللي مأفور الدنيا؟